صراع العروش، بونابرت الكلاون الشرير. الجزء الأول. كان يا مكان، كان في دولة جبارة هبتها بتضعف واحدة واحدة، فييجوا العيال عشان يعملوا فيها أبطال، وتيجي الدول الأوروبية تتسرسب وتنافس بعضها على قفانا. تيجي فرنسا تقول مصر دي بتاعتي. ليه يا خواجه؟ شامم فيها ريحه حواري بغي، بس انتوا المصريين دول طيبين قوي ومضيعين فلوسكم يمين وشمال، فانا جايه احوشها. وبرده في شويه ناس كده بيضايقوا الناس بتوعنا عندكم، فقلنا احنا نجيب حاجاتنا ونعتبر البلد بلدنا عادي، واحنا اولى من الغريب. يا اسطى انت الغريب وانا كده صدقتك بجد. يعني انت مثلا مش عايز تحتل مصر عشان تسيطر على التجاره البحريه؟ منجود ازاي تقول عليا كده؟ ده انا خواجه ابن خواجه. وعشان نثبت لكم ان انتوا غاليين علينا هنبعت لكم اشهر واحد فينا، بونابرت. وفي 5 مارس 1798 بدأت فرنسا تجهيز الحمل بجيش الشعب، والجيش فيه 36,000 مقاتل بين 300 سفينه، وبيحرسوا اسطول حربي فيه 55 سفينه. ونابليون محبش يجي مصر وايده فاضيه، فجاب لنا معاه مطبعه وعلماء عشان يعلمونا، الله يرحم. وفي 30 يونيو 1798 وصل الاسطول اسكندريه. ويلا نبدا الاحداث. محمد كريم حاكم اسكندريه اتخض جدا وفضل يقاوم، بس ده اسطول يا معلم. تاني يوم كانت اسكندريه فرنسيه عادي، وبعدها وصلوا البحيره. قائد المماليك مراد بيك كان مستنيهم عشان تحصل معركه شبرخيت، بس برضه ده اسطول، وانت يا مراد معاك 12,000 واحد بس، وواخد حوالي 9,000 منهم من اهل البلد بس، ومعاهم عصيان. هتقدر على نابليون تفتكر؟ قام قايل كله على الله، وانا في الشجاعه ما بهزرش، واحلى على احلى. وفعلا ابتدت المعركه اللي حاول فيها جيش المماليك واهل البحيره انهم يدافعوا عن ارضهم، بس نابليون كان معاه اسلحه احدث بكتير، والمماليك على الله حكايتهم. مراد بيك اشجع قائد هرب القاهره عادي، وبكده نابليون وجيشه دخلوا البحيره، بس ما لحقوش يتهنوا ولا حتى ياخدوا بريك. وحسن نيتهم بان منهم بقوا يسرقوا البيوت، واي جندي ماشي بيضايق اي حد من اهل البلد عادي. بس اهل البلد ما سكتوش، عملوا مقاومه وبقوا يصطادوا العساكر الفرنسيين زي ما بيصطادوا البط عادي، بس مش عادي. كأي مقاومه بتحصل قدامها في ناس كتير وبتموت وبتتسرق وبتحس بالذل. ما هو برضه مش ابن خالتك، ده محتل. 21 يوليو كان الجيش الفرنسي وصل امبابه، قابل جيش المماليك، والمعركه كانت صعبه قوي. مات فيها 1500 واحد من المماليك، كتير منهم غرقوا في النيل وهم بيهربوا، والفرنسيين مات منهم 70 واحد بس، وما جابوش الدكتور عشان يخيط. المماليك انقسموا لجيشين، واحد منهم انسحب وجري على الصعيد بقياده مين؟ مراد بيك اللي بيعشق الانسحاب، والتانيين انسحبوا للشام بقياده مين؟ ابراهيم بيك والوالي ابراهيم باي. تاني يوم لعركة محمد رمضان أخدت وقت عنها وهو واقف بالكلسون في الحارة، بعتت السلطات العثمانية مفاتيح المدينة لنابليون. تاني يوم 23 يوليو يدخل نابليون القاهرة من غير مقاومة، والناس رايحة جاية تقول الحق يا ولد دول الفرنساوية دخلوا البلد. كان معاكم من أوديت هاي.